فيلم A Quiet Place Day One هو فيلم مشتق من سلسلة أفلام A Quiet Place، واللي نزل منها فيلمين من بطولة إيميلي بلانت. وأنا بالنسبة لي دي واحدة من أروع سلاسل الرعب والإثارة، وحبيت كل حاجة في الجزئين دول، ولازم الكل يشوفها. المرة دي بقى الموضوع مختلف. الفيلم بريكويل وقصته قبل أحداث السلسلة، واللي بتوضح ازاي خطر الكائنات الفضائية دي ظهر من اليوم الأول وبتعمق أكبر. على مستوى الإيجابيات، فالمستوى التقني من إخراج وتصوير وتصميم مشاهد الرعب موفقة جدا، وكمان مؤثرات بصرية وصوتية ممتازة. كمان الفيلم أخد منحدر درامي كان كويس، ومن خلال ده أبطالنا قدموا أداء تمثيلي كويس جدا. بس الباقي للأسف مشاكل كتير، زي الإيقاع اللي مش أفضل حاجة، وتحديدا في النص التاني. لكن سلبية واحدة كانت كفيلة تخلي الفيلم محبط بالنسبة لي، وهي إنه منفذش وعده اللي باع نفسه بيه. بمعنى إن السيناريو ضعيف، وده سبب إني برضو معرفتش الخطر ده جه إزاي. ده غير إنه قدم نفس مشاهد الرعب تاني وتكرار كتير في الأحداث والمشاهد والشخصيات. على قد ما تقدم منها دراما حلوة، بس مفيش اي تأثر خالص بالنسبة لي. ما حسيتش نهائي بالخطر ناحيتهم، عكس الاجزاء اللي فاتت، عشان كان فيها لحظات ترقب وقلق كتير. في المجمل ده اقل افلام السلسلة، ومن اكتر الافلام المحبطة في رأيي. بس يظل فيلم كويس لو عايز حاجة رعب واثارة تشوفها في السينما. تقييمي النهائي 6/10.